قبل ما أينشتاين يموت كان عامل وصية غريبة، وهي إن جثته تتحرق والرماد بتاعها يتناثر في مكان سري، وده علشان محدش يخلده أو يعبده. كان خايف إن يتحول لرمز ديني أو مزار سياحي زي ما حصل مع ناس كتير قبله، وفعلا جثته اتحرقت في نفس اليوم اللي مات فيه ومن غير أي احتفالات. والرماد بتاعه لحد النهارده محدش يعرف مكانه فين، حتى الناس اللي حضروا مراسم الحرق التزموا الصمت. لكن الشيء اللي ما كانش حد متوقعه ان الدكتور اللي كان بيعين الجثه بتاعه اينشتاين خد الدماغ بتاع اينشتاين من غير اذن اسرته. والله زي ما بقول لك كده، اخد الدماغ واحتفظ بيها في برطمانات، وكان هدفه ان يدرس عقل اينشتاين ويشوف ايه سبب عبقرية الراجل ده. والمخ اتنقل من ولاية لولاية واتخزن لسنين طويلة، واتعملت عليه كمية ابحاث رهيبة جدا، والنتيجة كانت هنعرفها قدام شوية. فتعالوا بينا النهاردة بقى نعرف سر عبقرية العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين، وليه ارتبط اسمه بالعبقرية المطلقة، وهل فعلا كان عبقري زي ما الناس بتقول ولا كان إنسان عادي زينا، وهل في حد أذكى منه ولا لأ. كل ده هنعرفه النهاردة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ. اتولد أينشتاين سنة 1879 في الإمبراطورية الألمانية لأسرة يهودية متوسطة الحال، ومن صغره كان مختلف وكان متأخر في الكلام. كان دايما بيسأل أسئلة كتيرة ومش بيسيب حاجة تعدي بالساهل، وما كانش متفوق قوي في المدرسة زي ما ناس كتير فاكرة. بالعكس، ده كان بيمشي عكس السائد، وده خلى بعض المدرسين يفتكروا إنه مش ذكي. بعد تخرجه اشتغل في مكاتب براءات الاختراع في سويسرا، ومن ورا المكاتب ديت كان بيكتب أبحاثه الثورية اللي غيرت وجه الفيزياء إلى الأبد. وكان من أهم النظريات اللي اتكلم عليها أينشتاين هي النظرية النسبية الخاصة، واللي قال فيها إن الزمن نسبي. وفي سنة 1915 أعلن عن النسبية العامة، واللي فسرت الجاذبية بشكل جديد، وبدأت شهرته تكبر لحد ما بقى رمز للذكاء في العالم كله. والغريب إنه بالرغم من إنه كان مسالم وكان بيكره الحروب، بعت خطاب الرئيس الأمريكي روزفلت في بداية الحرب العالمية الثانية بيحذروا فيه إن ألمانيا ممكن تطور القنبلة النووية. والخطاب ده كان سبب في بداية مشروع منهاتن، واللي أنتج أول قنبلة نووية في العالم. بس بعد الحرب ندم على الخطاب ده وقال إنه كان بيتمنى إنه ما كانش يكتب الخطاب ده من أساسه. وفي سنة 1955 مات أينشتاين بسبب تمدد الشريان الأورطي، يعني كان عنده نزيف داخلي كبير. والسؤال بقى اللي احنا جايين نجاوب عليه النهارده، هل فعلا أينشتاين كان عبقري؟ علشان نقيس مستوى ذكاء أي إنسان لازم يكون في اختبارات نعملها علشان نقيس بيها الذكاء ده، وهي IQ أو مقياس الذكاء. وده بيعتمد على شوية حاجات، منها سرعة التفكير وقوة الذاكرة والقدرة على حل المشاكل والتفكير المنطقي. والدرجة المتوسطة لمعظم الناس بتكون 100، ولو حد جال أكتر من كده بيعتبر إنه ذكي، ولو أقل من 90 فده معناه إن الشخص عنده صعوبات في التفكير والتعلم. بس بقى هل الاي كيو ده بيقيس كل انواع الذكاء؟ الاجابه لا، لان في ناس عندها ذكاء عاطفي وبتعرف تتعامل مع الناس، وفي ناس تانية عندها ذكاء فني، وفي ناس تالتة عندها ذكاء رياضي زي فخر العرب كده. فالاي كيو بيقيس انواع معينه من الذكاء، مش كل حاجه. طيب بالنسبة بقى لأينشتاين ذكائه كان قد إيه؟ يقال إن معامل ذكاء أينشتاين كان فوق 160، بس مفيش اختبار رسمي اتعمل عليه. هو أثبت ذكائه بأفكاره اللي سبقت الزمن. والصادم والغريب إن فيه ناس معدية النسبة ديت بكتير قوي، وكان معدل الذكاء بتاعهم أعلى من أينشتاين بمراحل. فعندك مثلا ترينس تاو، وده عالم رياضيات أسترالي، وكان معدل الذكاء بتاعه 230، ودخل الجامعة وهو عنده 9 سنين فقط، وبيعتبر من أذكى العلماء حاليا.
وعندك أيضا كريستوفر هيراتا، وده عالم فلك وفيزيائي أمريكي من الأصل ياباني، ومعدل الذكاء بتاعه 225، يعني برضه أعلى من أينشتاين بكتير. وبرضه في الطفل كيم أونج يونغ، وده كان بيقرا الياباني والكوري والألماني والإنجليزي وهو عنده 13 سنة بس. ولما نرجع بقى للقصة بتاعتنا اللي قلنا عليها في بداية الحلقة بتاعت الدكتور اللي أخد دماغ أينشتاين وخزنها في برطمانات وعمل عليها أبحاث، هنلاقي إن العلماء اكتشفوا إن وزن مخ أينشتاين كان 1230 جرام، وده أقل شوية من المعدل الطبيعي لمخ الإنسان. ولاحظوا إن بعض أجزاء من الدماغ أكثر سمكا من الطبيعي، وتوقعوا إن الفص الأيمن والفص الأيسر لدماغ أينشتاين كانوا متصلين ببعض بشكل قوي، وده ممكن يكون سبب في زيادة الإبداع عنده. لكن في النهاية ما كانش حجم الدماغ مثير للاهتمام، يعني ما كانش سبب كافي إن يكون أينشتاين عبقري. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه العبقرية المطلقة مرتبطة باسم أينشتاين؟ يعني لما نشوف حد عبقري بنقول يا عم وبطة أينشتاين. في الواقع يا صديقي إن الإعلام لعب دور كبير في ترسيخ إن أينشتاين أيقونة للعبقرية. يعني مثلا لسانه اللي كان بيطلعه في صور مشهورة، وشعره المنجوش، وشكله الغريب اللي بيقول أنا مش زي الباقيين، كل الحاجات دي خلت اسم أينشتاين مرتبط بالعبقرية. أينشتاين ما كانش أول عبقري في التاريخ، بس كان مثال نادر العقل يغير العالم. ومحدش ينكر إن الإسهامات اللي قدمها في مجال الفيزياء نفعت البشرية كتير، وخلوا منظور الناس اتجاه الكون تتغير. عبقرية أينشتاين ما كانتش نتيجة ذكاء فطري، لكنها كانت مزيج من الفضول والخيال والشغف والتفكير النقدي. وفي النهاية العبقرية ليست حكرا لأحد، بل يمكن لأي شخص إن يحقق إنجازات إذا ما تبنى هذه الصفات. وبس كده. مين بقى وصل لحد هنا؟ اللي وصل لحد هنا ما ينساش يعمل لايك.